بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأول شيء نرحب بالأخ الكريم سيف صفوان، رجل الأعمال والذي يمتلك مجموعة ليون التجارية، وعنده عدة نشاطات تجارية في إمارة رأس الخيمة، الذي يعني إن شاء الله يكون من بين المستثمرين في المستقبل. فأول سؤال الأخ سيف، نسألك عن موقع مجان، فما رأيك فيه يعني؟ الحقيقة أنا أشكرك الأخ جمال على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه المقابلة الطيبة. أما بخصوص موقع مجان، الحقيقة نحن نفتخر أن يكون عندنا موقع منبر حر. بهذا الموقع حقيقة يقدر أي إنسان يعبر له، وأنا كشخصيا أفتخر في هذا الموقع، ويسعدني حقيقة إني ألتقي معاكم في هذا اليوم الطيب، ويشرفني إني أكون حاضر معكم. يا مرحبا بك. فممكن أخ سيف تخبرنا شوية كيف يعني كان بداية تكوينك مجموعة ليون التجارية؟ الحقيقة هذا أول مرة أنا أبوح بهذا السر. نعم. كيف بديت من تجارتي حقيقة. نعم. أنا أتذكر أني قبل حوالي 20 سنة للآن أتذكر هذا كنت أريد أفتح مكتب، وهو مكتب خدمات. نعم. ما كنت أمتلك المبلغ، فهذه حقيقة ما فيها أي كلام غير صحيح. فاتجهت إلى الشيخ سعود بن صقر. حقيقة أنا أقول لك بكل نعم. صراحة. فجيته فقلت له يا طويل العمر، أنا أريد إذا ممكن تعطيني مبلغ أو تكفلني في البنك. نعم. فهذيك الأيام طبعا قبل 20 سنة المبلغ هذا مو بسيط. هو كفلني في بنك راس الخيمة، واخذت المبلغ هذا اللي هو 50,000 درهم، وبلشت في شغلي واشتغلت. من هذاك اليوم أنا بلشت بالشغل هذا. فبعد شهرين رجعت حق الشيخ سعود، أشكر على هذا الوقفة اللي وقف وياي، وقلت له صراحة أنا بلشت بالشغل وهذا. فقال لي من الآن ما تدفع أي مبلغ حق البنك، واعتبر هذا المبلغ اللي أخذته هدية لك. هذا الكلام قبل 20 سنة، وبلشت والحمد لله. وأنا كذلك أنا ما أنسى حقيقة، هذه إمانة، أنا ما أنسى وقفة الشيخ محمد بن صقر وياي. هذا الرجل له فضل كبير. صحيح. وقفته وياي في وقت الشدة. أنا مريت في مراحل الله يعلمها، لكن الآن الحمد لله بفضل الله وبفضل الأخوة والأصدقاء اللي أنا وياهم الآن، إني بديت أوقف على الطريق الصحيح، وتجارتي الحمد لله ماشية، أموري الحمد لله بفضل الله سبحانه عز وجل ماشية. وأنا أرحب بكل شخص يعطيني نصيحة، وأتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يلهمني الطريق الصحيح إن شاء الله. والحمد لله نحن نمتلك مجموعة من الشركات. عندنا نشاط الشحن والتفريغ، عندنا نشاط الأدوية والمستحضرات، والخلال أيام إن شاء الله هاي راح يكون لنا مصنع خاص للشركة في سنغافورة إن شاء الله. الحقيقة الأخوان في سنغافورة شغالين معهم، والحمد لله ما عندنا أي مشكلة. أما بالوضع الاقتصادي عندنا في راس الخيمة طبعا في نقلة اقتصادية، لكن نتمنى إن شاء الله أن هذه النقلة تكون لمصالح الجميع إن شاء الله، ودعم الشباب، لأن الفرصة للشباب
مهيأ. كيف مهيأ؟ تدعم الشباب هذا الطيب، الشباب الطيب. نحن صح اننا موظفين، لكن لمتى بنستمر في الوظيفة؟ لازم نترك مجال للجيل الطالع. صحيح. نحن كملنا الحمد لله واشتغلنا، لكن لازم نترك مجال للجيل الجاي، لأن الجيل الجاي الآن وضعه بيكون أصعب عن وضعنا اللي احنا عشناه. نحن صح إن مرت علينا مشاكل، لكن الجيل الآن اللي جاي الحين وضعه بيكون أصعب. الحياة متغيرة، الأمور تغيرت، الوضع التركيبة تغيرت، فمفروض نحن نوقف مع هالشباب. صحيح. ونساعد الشباب هذول ونعطيهم النصح والطريقة السليمة حتى يوصلون فيها. في النهاية نشكر الأخ رجل الأعمال سيف صفوان على تلبية. أنا الحقيقة قبل ما الدعوة أنا أشكر الأخ محمد راشد، هذا الرجل مجتهد بأمانة، مجتهد ومخلص لهذه البلد، وأنا أتمنى من كل مخلص في هذه الإمارة أن يوقف مع هذا الأخ، لأن حقيقة هذا الأخ معدنه أنا أقول لك معدنه نظيف، وإنسان بقمة الأخلاق، وأتمنى له كل التوفيق، ونحن مستعدين نوقف وياه وندعمه. أي شيء يطلب من عندنا نحن حاضرين. هذا الرجل يستاهل كل خير، والحقيقة نتمنى من الجميع أن يوقفوا معه. شكرا لك سيف، وإن شاء الله لنا لقاء آخر إن شاء الله ويا شخصية أخرى في المستقبل إن شاء الله القريب. تشكر الله.